فين الحكمة لما بنو آدم يحطوا قواعدهم في عالمهم وحياتهم وبيوتهم براحتهم وشبه يجبروا عليها اللي حواليهم، ثم يعترضوا على الرب الخالق لما يضع قواعده؟ فين الحكمة من كده؟ مش لكده ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله جل في علاه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال الله جل في علاه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قتر وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. الذيخ الضبع. فهل مسموح لينا نحط قواعدنا في حياتنا وعالمنا وبيوتنا وشبه نجبر عليها اللي حوالينا، وممنوع على الرب الخالق اللي يبين كتير من حكم قواعده واللي ما أجبرناش عليها إنه يضع قواعده؟